السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيكة سهلة بسيطة. طبقة من الكيك وطبقة من الكريمة وطبقة من الجيلي. ان شاء الله تنول اعجابكم. المقادير اللي موجودة معايا: 3 كوبايات من الدقيق، كوبايتين من السكر، كوباية من اللبن الحليب انا مستبدلاهم هنا بمية، ومعلقتين من اللبن البودرة، نص كوباية من الزيت، 3 بيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة او 4 لو وسط او صغيرين، فانيليا انا مستبدلاها هنا ببودرة البرتقال او فانيليا البرتقال، باكو من البيكنج باودر، باكوين من الجيلي، معلقة من الخل، ذرة من الملح. هنجيب هنا المكونات الجافة. هنحط الدقيق وطبعا احنا نخلينه كويس جدا، عليه ذرة الملح، عليه البيكنج باودر، وعليه اللبن البودرة. هنقلبهم كويس مع بعض. وهنيجي بقى هنا في الخلاط بتاعنا الجميل ده، هنحط البيض والخل وفانيليا البرتقال، وهننزل عليهم بالسكر. هناخدهم نضربهم في الخلاط شوية، نضربهم ضربة سريعة كده، وبعدين ننزل عليهم بالزيت. نرجع نضربهم تاني ضربة كويسة لحد ما لون الخليط يبقى فاتح بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنجيب بقى البولة اللي هنعجن فيها الكيكة. هننزل بنص كمية الدقيق ونقلب كويس، وبعدين ننزل بالمية بالتدريج. احنا ضايفين اللبن البودرة مع الدقيق. هننزل بقى بالمية بالتدريج. ممكن تستغني عن المية خالص وتحطي لبن حليب، بس انا ما كانش عندي هنا لبن حليب. هننزل بقى بقية كمية الدقيق مع المية بالتبادل. انا لقيت هنا الخليط تقيل شوية فزودت كمان ربع كوباية من المية. تمام. هنجيب بقى الصينية اللي احنا طبعا مجهزينها ودهنها بالزبدة والدقيق، وهنفرد فيها الخليط، ونحاول ان احنا نسويها بالشكل ده، ونفرغ الهواء منها بعود الشيش تاووك، وندخلها على فرن متوسط الحرارة في الرف الأوسط درجة حرارة 180 درجة. أنا بتاخد عندي في الفرن بتاعي لمدة ساعة، انتي بقى حسب الفرن بتاعك. هنسيبها على جنب تهدى. نكون ضربنا الكريم شانتيه. أنا هنا جبت كوباية من الكريم شانتيه ومعلقتين كبار من السكر البودرة، وسبتهم وضربتهم على بعض بالمية بالتبادل لحد ما خدت القوام اللي أنا عايزاه. على النار رفعت كوباية من المية فيها معلقتين كبار من السكر، فانيليا البرتقال، وسبتهم يغلوا مع بعض شويه عشان اعمل شربات خفيف اسقي بيه الكيك. ممكن تسقيه باللبن، تحطي كوبايه اللبن تحطي عليها معلقتين سكر تحليهم يعني، وبعدين تسقي بيها الكيك. تمام بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنخرمها كويس قوي عشان تشرب، وخصوصا من الحرف عشان بتبقى ناشفه. هنوزع الشربات بالشكل ده او اللبن. هي ممكن تاخد من كوبايه لكوبايه ونص. تمام. عشان تبقى طريه كويس ممكن تزودي كمان نص كوبايه، سواء حطيتي حليب او حطيتي شربات. طبعا هنسيبها بقى تنشف شويه هنحطها برضو في التلاجة عشان لما نيجي نفرد الكريمه كده ما يطلعش الوش معانا. نحاول نفرد براحه شويه وبعدين نسويها. مش مطلوب ان احنا نسويها قوي، احنا هنستخدم السكرابر المشط عشان احنا هنعمل طبقه من الجيلي فبتبقى شفافه، فيبقى تحتها شكلها لطيف بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنخلصها ونفردها كده وندخلها التلاجة تسقع على ما نجهز الجيلي ونسيبه يبرد، تكون هي مسكت نفسها وسقعت بالشكل ده. هنحط باكيتين من الجيلي وكوباية من المية اللي هي 250 ملي سخنة، يعني مية بتغلي، ادوب فيها الجيلي، نحط عليها برضو نفس الكوباية مية باردة، مش اكتر من كده، ما تكتريش عشان احنا مش عايزين جيلي خفيف. تمام. طبعا بتحليه بالسكر لو انتي حابه. هنا طبعا الكيكه من النص كانت عاليه شويه فهي عملت الفراغ ده، بس هندخلها التلاجة تشد نفسها شويه، وبعد كده هنسويه. هتطلع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يعني ما سيبهاش تشد روحها قوي، ونحاول ان احنا نفردها بالشكل ده، هتتفرد معانا. تمام كده. بعد ما بردت خالص وقطعناهم، الكيكه هشه وجميله. ممكن تعمليها طبقتين، يعني تشيليها تفتحيها من النص وتحشيها كريمه، وبعدين ترجعيها تاني الصينيه وتعملي بنفس الخطوات اللي احنا عملناها، يبقى محشيه من قلبها من جوه كريمه. ممكن تعمليها زي تورته يعني. الكيكه هشه وطريه جدا
طعمها حلو، ميكس مختلف. لو كنتوا وصلتوا معايا لحد كده يعني متنسونيش باللايك والاشتراك، والى اللقاء في فيديو جديد.